وحد الدايم رمضان كريم. قل معي إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. وعد أصلي فرضي بوقتها. دي اسمها ايه يا ربي؟ بوبوز. دي بوبوز اهو، بوبوز. اسمها تقيلة على شكلها، عندي حرف السه في حاجة. دي تفاح اللي النحل كان مبوظها، حشرة كانت داخلة جواها مبوظة الدنيا، بس عالجتها ان شاء الله تبقى حلوة ان شاء الله. الورد بتاعها ريحته جميلة. التفاح ده زهور، دي تفاح ريحته جميلة الورد بتاعها. دي خوخ اللي كان مستخبي في قلب العفش، ده زيتون. لا تخلي ما أخلي، لا تخلي البندق. دي بندق او البتاع اللي هو مكسرات، زي مكسرات كان طبعا كل المكان ده كان كله عفش. ده بوباز، شجرة بوباز لسه عامل مشتل منها، وعايز انقلها ايه السنة دي ان شاء الله. دي سفندي متطرح 5-6 حبات كده، بس شلتهم عشان ما تكسرش الفروع. خوخ. تعالوا نشوفوا بقى الشجر الكبير اللي عندي. دي مانجا اللي جنبها دي تين. خلينا بقى ايه نفرقوا. دي خوخ، بس خوخ اللي هو شكل نوعه غريب كده، تبقى كبيرة خالص بس نوعه غريب كده وملون من جوه. ودي الخوخ البلدي، بس الواحدة بسم الله ما شاء الله بتبقى حاجة كبيرة كده. لو حافظت عليه زي السنة اللي قبل اللي عدت هيديني طرحة حلوة ان شاء الله. الخوخ هو طالع. وده ورد الخوخ ريحته جميلة. عندي ورد التفاح ريحته عاملة زي الريحان، زي البتاع ده الورد البلدي. دي الزهور بتاعت التفاح. دي شجرة المسك. الشمس تطلع بقى تديني شوية ريحة حلوين كده عشان الواحد يعرف يقعد ايه براحته. إلا صلاتي ما أخليها، اسمها تظبط الدنيا على طول. وده انا زرعت سوداني هنا النهارده، لما يكبر شوية ان شاء الله بعد 5-6 ايام كده هبقى ايه افرجكوا عليه. انا برويه